وقبل لا نبدأ بالخبرين المفرحة في هذا الفيديو، الآب ستور في أجهزة الآيفون بدأ ظهور اللغة العربية فيها. زي ما تلاحظ قدامك صارت أغلب التطبيقات والألعاب مكتوبة باللغة العربية، وشيء جدا جميل لمستخدمي أجهزة الآيفون. إن شاء الله عقبال القوائم والبقية لما وصلك طبعا اللغة العربية بيوصل بالتدريج لجميع المستخدمين. كل اللي عليك تسويه انك تحدث جهازك اول باول. طبعا اللغة العربية اكيد حتظهر للي جهازه باللغة العربية، فلو ما وصلك انتظر ان شاء الله يوصل للجميع بشكل تلقائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم اخوكم محمد حدايدي، وعندي خبرين جدا جميلة، واحد لمستخدمي اجهزة الايباد والثاني لمستخدمي اجهزة الاندرويد. خلينا نبدأ باجهزة الاندرويد. شركة السناب شات أعلنت رسميا عن طريق حسابها بتويتر لمستخدمي أو محبي أو حاملي أجهزة الأندرويد عن تطوير وإعادة بناء بالكامل لتطبيق السناب شات. يعني حسنوا على كلامهم جودة التصوير، حسنوا إنه صار التطبيق أسرع، إنه صار التطبيق أيضا سد ثغرات كثير كانت بالتطبيق وإلى آخره. طبعا التطبيق تم إطلاقه بشكل رسمي عن طريق تحديث وصل للأغلب. طبعا رقم التحديث اللي هو 10.54.5.0. لو ما وصلك هذا التحديث تقدر تحمله بشكل يدوي، اللي هو ملف APK، بترك لك الرابط بصندوق الوصف أسفل الفيديو. طبعا أبغى آراءكم، إيش تحس؟ هل اختلف عليك جودة التصوير في السناب شات؟ ويا ريت تكتب اللي هو إيش جوالك. أنا عن نفسي صراحة يعني بمجمل الأجهزة اللي استخدمتها الأندرويد على السناب شات كان أفضلهم اللي هو عندي النوت 9. هو أفضل سناب شات مر علي إلى ما نزل، اللي هو الهواوي P30 برو. فهذه الجوالين صراحة كان استخدام السناب شات فيهم ما بقول لك زي الآيفون، ولكن جودتها جدا جميلة. فلسه ما جربت التحديث الجديد، ابغى اترك لكم انتم التجارب وكل واحد يذكر ايش هو جهازه في التعليق. خلينا نشوف هل فعلا طوروا من التطبيق للسناب شات او جودة التصوير، او كله مجرد كلام اللي احنا دائما بنسمع من شركة السناب شات انه حيعيدوا تصميمه، انهم حيطوروا التصوير والى اخره. طبعا التغريدة كانت فيها اللي هي للسناب شات احبك يا اندرويد، يعني كلام بيحاول يجذب فيه مستخدمي الاندرويد اللي هم بالملايين حول العالم، لانه البرنامج اللي ما يدعم مستخدمي الايفون ومستخدمي الاندرويد فهو خسران، لانه الجمهور هذا كثير وجمهور هذا كثير. فبالتالي اسهم شركة السناب شات لما شافت نفسها في تنازل وخسارة كبيرة، فيعني بتحاول تطور من التطبيق. طيب، أما الخبر الثاني اللي أيضا مفرح، وأخيرا أخيرا أخيرا إنه حينزل واتساب نسخة خاصة للآيباد. كلنا عارفين إنه أجهزة الآيباد ما ينزل عليها الواتساب أبدا إلا عن طريق الجيل بريك أو عن طريق برامج خارجية وإلى آخره. ولكن أعلن المطور للواتساب ونزل صور حقيقية لأنه جالس يشتغل على التطبيق الخاص بأجهزة الآيباد، وكتب إنه قريبا وأيضا حيدعم البصمة زيه زي نسخة الآيفون. يصير أنت لو عندك آيفون وآيباد تقدر تستخدم هنا واتساب رقم وهنا واتساب رقم ثاني مختلف تماما. عندك جهاز أندرويد وتمتلك آيباد أيضا تقدر تفعل الآيباد بكل سهولة. الموجود تطبيق الواتساب على جميع أجهزة التابلت بالنسبة للأندرويد، ولكن الآيباد ما في له نسخة. أكيد عقبال الانستغرام يكون له نسخة خاصة لأجهزة الآيباد، بدل ما إحنا بننزل اللي هي نسخة الآيفون نفسها على الآيباد وبيطلع صغير وبنكبره وبيصير شكله يعني المهم. فهذا كان خبر أيضا جدا جميل، ما كتبوا أي تاريخ بالضبط حينزل، ولكن إن شاء الله حيشوف النور قريبا. طيب، هذه كانت أهم خبرين عندي لليوم، حبيت أشارككم فيها. يعطيكم ألف عافية، لا تنسون من لايك وسبسكرايب في القناة، وفي أمان الله.